لوضع حد لهذه المأساة باعتباره يملك صلاحيات كثيرة ووحيدة في هذا الملف. ووزارة الخارجية وقنصليات المغرب تخضع بشكل مباشر للقصر حسب ما جاء في بلاغ لجمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان والتي كانت تنظم هذه المسيرة. الجمعية طالبت أيضا بفتح تحقيق شامل حول ملابسات هذه القضية والوضع حد لشبكات المافيا والهجرة بالمغرب. هذا التحرك يأتي عقب انتشال عشرات الجثث وصل عددها إلى أكثر من 150 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شاطئ مدينة زوارة في الغرب الليبي في الأسبوع الماضي، من بينها العشرات التي يرجح أنها تعود لمواطنين مغاربة، فيما يعد أكبر مأساة في تاريخ الهجرة المغربية نحو أوروبا. حول هذا الموضوع، هذه المنطقة منطقة بني ملال، منطقة القيد صالح خريبكا، هذه المنطقة تعرف يعني نسب كبيرة للهجرة السرية ونسب كبيرة للمهاجرين في الدول الأوروبية، خصوصا مدينة إيطاليا، إذ يقوم الشباب هذه المنطقة بشكل كبير بالهجرة إلى هذه الأماكن للبحث عن عمل. وهذه المسائل يعني مسألة غرق بعض الشباب في قوارب أو شيء من هذا القبيل هي أمور تتكرر باستمرار، كما قلت، لأن نسبة إقبال الشباب على الهجرة السرية في تزايد مستمر. أشكرك على كل هذه التفاصيل. أنس رضوان، مراسل خازن كات، كنت معي من المغرب.